ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبين لكم انمي جبار اسطوري ما فيهاش هزار، وهو الانمي المنتظر بلو لوك، اللي حرفيا من كتر الحماس عيون الشخصيات بتوديك لعالم اخر، عالم انت بتنفصل فيه عن العالم الواقعي المقرب بتاعنا ده يا صديقي، وبتعيش ادرينالين ودوبامين خرافي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، يلا بينا نبدا. وبنشوف في بدايه الحلقه المعركه الملحميه بين رين واخوه ساي، اللي مسك الواد مش عقده نزل فيه تقطيع تلطيش فشخ حرفيا، ولكن كرويا يا صديقي، وبيديله واحده بدال ولا تدك يا معلم، بيحاول ياخدها معاه الا ان ده بيديله واحده 360 بيدمره بيها، وبعد كده بيقول له انتوا ضعفاء، ما ينفعش نقارن نفسنا بلاعبين بريطانيا، احنا ضعفاء رين، انا وانت ما ينفعش نبقى مهاجمين، وعشان كده انا غيرت مكاني. رين بيكون مصدوم جدا، وبنستكمل الاحداث وقت ما ايجو بيعرف الكل انهم هيواجهوا المنتخب الياباني بقياده ايتوشو ساي. رين مصدوم، ايجو بيقول لكل اللعيبه الفوز عليهم سيمنحكم بشرف التمثيل للمنتخب الوطني، بس لو خسرنا هنبقى خسرنا كل شيء، هنخسر مشروع بلو لوك. دعونا نبدا ايتها الجواهر غير المصقوله، فمن سيغير هذا الجيل هم انتم يا نخبه القفل الازرق. ساعتها ايساجي بيسمع الكلام بينصدم، معركه تمثيل المنتخب الياباني، انا تم تغييري هنا، انا ما كنتش شخص مميز، لو كسبنا نقدر نبقى الجيل القادم للمنتخب الياباني. ايساجي بيبص وهو مذهول وبيقول الكلام ده بيعني ان انا اقدر اغير حياتي بالكامل من خلال المباراه دي. ساعتها رايتشي بيساله ثواني كده يا عم ايجو، انت بتقول 11 لاعب، ده يعني ان احنا مش هنلعب في مراكزنا؟ بيقول له ايوه، اكيد واحد فيكم هيلعب كحارس، واقدر ااكد له ان الحارس ده مهارته هتكون احسن من كل اللي في بلو لوك. كل اللعيبه مصدومه، طب ما احنا كده هنخسر يا عم، انت عبيط. ساعتها بيقول لهم اخرسوا اخرسوا، انتوا مش فاهمين حاجه، انا مش غبي. سيتمحور تشكيل الفريق القفل الازرق حول الاسماء السته التاليه، وده طبعا يرجع لتقييمكم من كل النواحي، وهم دول السداس الافضل، وهنحاول ان احنا نكون فريق معتمد عليهم. في المركز الاول باعتباره رقم واحد في بلو لوك ايتوشي رين. ساعتها ايغاروكي بيتصدم منه وهو بيطنش الكل، وبيروح لرين وبيقول له ما تفرحش يا رقم واحد، انا هجيبك. ايساجي بيقول له معقول اكون انا ما منهم؟ رقم ثلاثة كاراسو تابيتا، اسمه غريب يا صديقي بس هنقول له كاراسو. الرقم أربعة ايتا، والرقم خمسة يوكيما. ايساجي بيبص بيقول يختار خمسة، يا ريت يختار، يا ريت يختارني. واخيرا وليس اخرا السادس ناغي سيشيرو. الكل مصدوم. ساعتها الواد ده بيسال ايجو على كده في حاجه انت مش فاهمها صح، بيقول له انت ليه خليتني رقم خمسة، انا عايز افهم. ايجو بيقول له الاجابه بسيطه، ما بين كل اللعيبه الاتنين الاولانيين رينو وشيدو هم الوحيدين اللي سجلوا على نخبه العالم. واخيرا ده رايي الشخصي، انت ارتحت كده يا لا؟ لا ايوه ايوه تمام. ساعتها بيقول لهم احنا دلوقتي هنخش المرحله الثانيه، هتتقسموا لثلاث فرق A وسي وبي. اللاعبين ال 29 هيتقسموا، هيختاروا يلعبوا مع مين على حسب التوافق، وكل واحد من ال 26 هيلعب مع الفريق مره واحده بس، ولازم يثبت نفسه. ولكن السداسيه هيلعبوا في المباريات كلها عكس البقيه، لن يتبقى لكم الا مباراه واحده، لا تثبتوا نفسكم وتبقوا من النخبه، لا تخسروا وينتهي مصيركم، ولو كسبتوا هتحصلوا على مقعد دائب في المنتخب الياباني. سنضع كل شيء على المحك وسنراهن، لذا نبدا في معركه تجارب ممثلي المنتخب الياباني. علم اسون بيقول له على كده لازم نثبت انفسنا في مباراه واحده، مش كده يا عم ايجو؟ وايساجي بيقول التوافق هي دي اهم حاجه، ولكن لسه هيكمل تفكير. ايجو بيقاطع الكل، بيقول ولكن على الحال ده في لاعب هيلعب مباراتين، وعشان كده لازم نعين اللاعب السابع. اللاعب السابع هو باتشيرا ميغورو. ايساجي بيبص وبيكون مصدوم، انا كنت بلعب مع الثلاثه دول وهم بقوا افضل مني. وفي نفس الوقت بتتفتح بوابه، ايجو بيقول البوابه دي يخشها الفريق الاقوى، السداسي الاقوى يخشوها ويسيبوا المدعكه لهؤلاء الصعاليق. وبعد ما بيمشي بيدي نصيحه لل 29 الفاضيين، بيقول لهم مفتاح اجتياز هذه التجارب الاثبات والتوافق. عارفين يعني ايه؟ لازم ان انتوا تختاروا اللعيبه اللي انتوا عارفين ان اسلوب لعبكم يتناسب معاهم، اسلوب لعبكم يكون شبيه ليهم. خليكم عارفين ان انتوا مش عايزين لعيبه يكونوا شبهكم او لعيبه زمايل، لا دول وحوش، لازم تنقضوا عليهم، هم فرايسكم ايها الوحوش، لازم تقدروا تنقضوا عليهم وتاخدوا اماكنهم، لازم تتقربوا منهم مش لانكم اصدقاء بل لان في مصالح مشتركه. المهاجم هو الاناني اللي ما بيحبش غير نفسه، لازم تحفر المعلومه دي في دماغك، هم دول اللي بيحملوا مصير بلو. لو ايساجي واقف بيعرق ومصدوم، هو إيه اللي بيتقال ده؟ وبعدها بيروح ايساجي والشله بتاعته علشان ياكلوا، وبيبداوا يتخانقوا مع بعض، ولكن مره واحده وساعتها العصبي يقول لهم ما تاكلوا تخرس يا اولاد المجنونه منك ليه، وبيبدا يتكلم جد وبيقول ما كنتش متوقع ان الفريق زد هيتجمع مره تانية، ما كنتش متوقع ان كونيغامي ما يعديش بس يكون الخائن وامامورو وزير النساء وايمون حارس المرمى كلهم يعدوا بس كونيغامي ما يعديش. دي في حد ذاتها حاجه غريبه جدا. وايساجي هو كمان بيفكر في كونيغامي، وكلهم مصدومين من انه اتهزم، مين اللي قدر يهزمه؟ وكلهم مصدومين. ولكن الموضوع بيكون منطقي جدا، منطقي جدا لما يكون عدوه هو تاني افضل لاعب في بلو لوك. ساعتها تشيغري بيتكلم وبيقول لهم خليكم في نفسكم، هو ده بلو لوك، ولو خسرنا قدام المنتخب كل حاجه هتنتهي، ما عندناش وقت ان احنا نقلق على حد. ساعتها العصبي بيقول لهم
ايه يا جدعان اخترتوا هتنضموا لمين؟ كون بيقول لهم انا هختار الفريق ايه، وساعتها بقى بيجي الدور على باتشيرا اللي بيقول لهم بصوا بما اني معايا مرحلتين وتجربتين فانا هختار من خلال السحب زي ما تيجي، والعصب بيقول له ايوه يابا بقى خربانه معاك ريتني مكانك. ساعتها باتشيرا بيسال تشيغري بيقول له انا ما قررتش. تشيغري بيسال ايساجي لسه هيتكلم، باتشيرا بيقول انا عارف هو هيختار لا اما هيلعب مع اي او سي عشان ناجي سيشر ثورين مش كده. ايساجي بيقول له ايوه انت عرفت منين؟ بيقول له احنا بنلعب من زمان يا اسطى مع بعض وانا عارفكم وشفتكم وانتوا بتلعبوا سوا، بس لو بتكلم عن رايي فلو انت عايز تثبت كل مهاراتك الحقيقيه هتلعب مع رين، بس لو انت عايز التوافق اللي اتكلم عنه ايغو سان فانت كده هتختار ناجي سيشر. وايساجي بيكون حيران مش عارف يختار مين، يختار الشخص اللي بيلعب معاه ولا الشخص اللي بيمثل قدامه التحدي الاكبر. وبنروح بقى للسداس الافضل، وكالعاده ناجي سيشرو قاعد بيلعب وبيخش عليه يوكيميا وبيسلم عليه وبيعرف بنفسه، وناجي من غير ما يبص له مكمل لعبه وبيقول له انا بقى ناجي سيشرو يا ابو نضارات اتفضل اقعد جنبي. وفي نفس الوقت بيدخل عليهم شيدا وكعادة المجنون بيخش على نمبر 1 ايتوشي رين، وكالعاده رين مطنشه بس دوان بيقول له ما تطنشنيش يالا انا في نفس الفريق ولا ايه يا سيده نانسي، وده بيبص له بكل تكبر وبيقول له غير من وشي. وساعتها شادو بيتعصب عليه وبيديله في وش اللي ده بيبعد، والاتنين بيبداوا يدبوا ببعض. وناجي في عالم موازي يا صديقي مكمل لعب مع نفسه والاتنين ماسكينه بعض، ولكن وفي نفس الوقت بيجي لهم اتصال من ايجو بيهديهم وبيقول لهم انتوا خبره بلولو، انتوا اللي هتنقذوا الاكاديميه دي، كل حاجه في ايديكم لازم تسحقوا المنتخب الياباني. ساعتها ايجو بيقول لهم ما تسمحوش لاي حد غير السته بانهم ياخدوا اماكنكم، وحتى السته دول ما هم الا اداه عشان تتقدموا عليهم، وما تنسوش ابدا ان كره القدم التي تصنعونها ستكون السيف الذي يدمر كره القدم اليابانيه. بيقول لهم انا عايز اشوفكم وانتوا بتدمروا كل شيء في بلولوك. وبعدها بنشوف ايساغي هو في الحمام وحيران حتى في اختيار الشامبو، وبنشوف ايساغي هو في الحمام وبيغسل سنانه وبيخش عليه بارو بيساله ايساغي انت قررت تنضم ليه؟ بيقول له ايوه اهم حاجه عندي ان انا انضم لفريق جديد، فريق عمري ما لعبت معاه عشان اكتسب مهارات جديده، عشان اثبت ان انا الملك، المفروض ان انا اكون من الافضل. وبصراحه انا جالي احباط شديد جدا بانك مش منهم، وعلى فكره انت بالنسبه لي اخطر واوسخ واحد في المكان ده كله، وانا اللي هقضي عليك بايديا ويلا سلام. وبيخش عليه الواد دون وبيقول له تقريبا نفس الكلام اللي بارو قاله، بس بعد كده بيقول لي ايساجي يا اسطى انا بتكسف خد بعضك واطلع ما بحبش اخش القرط قدام حد. بنشوف ايساجي هو قاعد بيتفرج على المباريات عشان لسه حيران مش عارف ينضم لمين، يحاول يطور نفسه باللعب مع رين ولا يختار الطريق السهل يثبت التوافق بينه وبين ناجي سيشيرو. ووقتها بيخش عليه ريو اللي بيسلم عليه وبيقعد جنبه وبيبداوا يتكلموا عن ان كل واحد فيهم عايز ينضم للشخص اللي هيطوره. ريو بيقول له انا مش عارف. ايساجي بيساله انت مش هتنضم لناجي؟ بيقول له انا عايز انضم له بس انا خايف دلوقتي هو من السداس الافضل في بلو لوك، اما انا مجرد شخص عادي، هو عمال يتطور وانا اقل منه بكتير، حاسس ان انا في يوم من الايام مش هقدر العب معاه وما عنديش الثقه عشان العب معاه، بس انا مش عايز افوت الفرصه اللي تجمعني بيه مره تانية، لو اظهرت له قد انا ضعيف فممكن يتفوق عليا اكتر، انا مش عارف انا اعمل ايه. ساعتها ايساجي بيقول له انا زيك يا ريو، بس معاك حق لو لعبت مع حد غيره هيبقى افضل مني بكتير، انا مش هخسر قدامهم. بيشكر ريو بيقول له خلاص انا عزمت قراري، عرفت انا هروح فين. ريو انا هديك نصيحه، عزيمتك ارادتك شوف مستواك، شوف انت عايز توصل لفين وساعتها قرر تلعب مع مين، وحاول تثبت زي ما انا هثبت ان الطريق اللي اخترته هو الطريق الافضل. وتاني يوم بنشوف اللعيبه هم بيجهزوا نفسهم، ايساجي بيكون متحمس وبيقول واخيرا ستحدد المباراه التي سوف تحسم مسير الجميع. الفريق اللي انا اخترته كان الفريق بقياده شادو وايتوشي ساي، الشخص اللي انا عايز العب معاه وعايز اتفوق عليه هو انت يا رين، ولكن بيستغرب لما بيلاقي ان باتشيرا ونانسي وكيورا كلهم اختاروا نفس الفريق. اما بقى الفريق بي انضم لتشيغي وبارو ورايتشي كمان وساكورو، والفريق بتاع ناغي وغاغامارو انضم ليه ريو. ناجي بيبص لريو وبيقول له ريو انت اخترت نفس الفريق، اخترت نفس اللي انا عايز اعمله مع ناجي. بيفتكر كلام ايجو لما قال له مفتاح الابداع في تجارب الاداء التاكيد والتعايش، يعني التناغم مع الستة الافضل. يقول ايساجي وهو كله ثقه وبيتخيل شادو رين انه مفتاح النجاح بتاعه هو انه يتزامن ويثبت نفسه مع الاساطير. وبعدها بيخرج وبيكون ماشي بالبوابه وكله امل. وبنروح بقى للقاده اللي بيكون واضح انهم بيكرهوا ايجو وبيكرهوا مشروعه، وكل ده عشان هم مش عايزين المنتخب الياباني يكسب، هم عايزين الفلوس، عايزين ضر الفلوس مش اكتر. وساعتها بيدخل عليهم قائد المنتخب بتاع اليابان، وبنرجع لساجي اللي بيقول مهما يحصل هبقى المهاجم الاقوى في العالم، هو ده انا. نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فلو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده طبعا 10000 لايك عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل في باقي القصه. ويلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي.
الجاي. انا معكم عبدو، سلام.